بص يا صديقي، هو يعني الكلام مش هيجيب نتيجة. بص، هما كلمتين. أول حاجة بس أنا كنت عايز أتكلم فيها في قصة ليفربول وهزيمة النهاردة. إن ما معلش ما علينا عادي، يعني أي فريق بيخسر ومفيش مانع إن احنا نخسر في تاني جولة في دوري الأبطال. السنة اللي فاتت خدناها كسح، دور المجموعة كله خدناه اكتساح وخرجنا في دور ال 16. فعادي يعني يا ريت تكون الهزيمه بتاعتنا في الجوله الثانيه ونقدر نكتسح باقي البطوله وناخد دوري الابطال. اتمنى ده. ولكن انا عندي تعقيبين فقط بس على العته اللي حصل النهارده. بص، يكاد يكون ليفربول لعب واحد من اسوأ ماتشاته الموسم ده، او يمكن تحت قياده ارن سلوت عموما. آه، مش هنتكلم عن التشكيل، مش هنتكلم عن اختيار اللاعبين، مش هنتكلم عن توظيف اللاعبين، مش هنتكلم كمان عن العته اللي بيعمله مع سوبوزلاي. وان انت يعني بص، هو في تركيبه غريبه جو بيعملها ارني سلوت، اللي هي بيخلي سوبوزلاي باك يمين ولعب النهارده يعني سوبوزلاي باك يمين وفريم بونج جناح يمين. اللاعب اللي احنا جايبينه اصلا علشان يكون الباك اليمين البديل لارنولد، عشان رحل لريال مدريد في نهايه الموسم الماضي. فاحنا جايبين لاعب باك يمين عشان نلاعبه جناح يمين بديل لصلاح اللي احنا ريحناه النهارده بدون داعي. وعندنا اصلا في تشكيلتنا في السكواد بتاعنا لاعب يصلح هو اصلا جناح يمين وهو كيزا، ولكن احنا مش واخدينه معانا. فين؟ في التشكيله بتاعتنا مش واخدينه اصلا في القايمه. الراجل ما راحش معانا اصلا. ليه؟ عشان احنا عاملين حسابنا ان احنا هنلعب بفريم بونج مكان صلاح، ونيجي ننزل صلاح في منتصف الشوط الثاني علشان يعني قال لك ايه قبل المباراه في المؤتمر الصحفي. اصل اخر مره صلاح وقف نزل فيها من على الدكه جاب هاتريك، فهو يعني كان عشمان في دي. ما علينا، مش مشكله التشكيل، مش مشكله اختيار اللاعبين ولا الاداء ولا اي حاجه. سيبك من ده كله، يعني عادي. انت النهارده يعني مش عارف اقولها لك ازاي. انت النهارده كنت بص مستحوذ اغلب الوقت على المباراه، استحواذك وصل ل 67 واحيانا في المباراه وصل لاكتر من 70%. انت نفسك كنت بتتكلم قبل كده بتقول ان انت مش عايز يكون عندك استحواذ على الكوره، ولكن انت هدفك ان انت تصنع فرص وهدفك ان انت تسجل اهداف. ما علينا يا سيدي، انت استحوذت على الكوره وصنعت فرص وسددت 16 تسديده، وده اقل معدل تسديدات سدده ليفربول في خلال المباريات اللي فاتت. ولكن ما علينا، منهم اربعه بس على المرمى. الاربعه دول اللي على المرمى يا صديقي ولا واحده منهم تدخل هدف. مش بس كده، انا في رقم اصلا كنت لسه منزله في بوست يعني جالاتا سراي ما قدروش يفوزوا على ارضهم في دوري الابطال من 18 سنه غير مره واحده بس. تخيل يا صديقي المره التانيه تكون فين؟ معاك انت، مع ليفربول، عشان تعمل لهم رقم. يعني عارف انت الميم بتاعت عادل امام وهو بيوزع نقط؟ هو احنا النهارده كده، ليفربول النهارده بيوزع نقط حرفيا. يعني انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله العظيم انا بص، خلي بالك انا من جوايا عارف. عادل شاكر لما قال لك عايز خنجرين، انا عايز 4 خناجر دلوقتي. انا هتشل. ولكن هي كوره يعني عادي، دي كوره يا صديقي. ويعني مش مشكله، ممكن يكون الماتش اللي احنا اتغلبناه ده زي ماتش كريستال بالاس اللي اتغلبناه. يعني احنا كده اتغلبنا ماتشين على التوالي في كل البطولات. يا عم ان شاء الله يكونوا هم دول الماتشين اللي هناخد بيهم العين. واحد في دوري الابطال، واحد في الدوري الانجليزي، عشان ناخد العين. عشان الناس اللي تقعد تهري ويقول لك امتى هيوجع ليفربول امتى هيوجع، اهو وجع يا سيدي، ارتحت. ماتش في الدوري، ماتش في دوري الابطال، الاثنين ورا بعض، اسبوع نحس. المفروض ما اسمعش اي حد يتكلم عن ليفربول طول ال5 سنين الجايه. خلاص يعني يا ريت نكون هدينا اتبطينا. يلا سلام عليكم.